اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما طريقة عمل الكايزر، ويلا بينا نبتدي نقول المقادير. ونقول بسم الله. معانا كيلو دقيق منخول، معانا نص كيلو لبن، بيضة، نص كوباية زيت، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، ذرة ملح. نبتدي نعمل اول حاجة الخميرة، ونقول بسم الله. نحط معلقة السكر في كوباية، ونحط معلقة الخميرة، ونحط عليهم نص كوباية لبن دافي، ونقلبهم. وطبعا علشان نتأكد ان الخميرة حلوة معانا مش بايظة بنغطيها وبنسيبها 5 دقايق. لو لقيتيها عالية كده معاكي في الكوباية كده الخميرة هتكون حلوة وهتخلي العجينة تخمر وتكون مظبوطة معانا. لو الخميرة ما عليتش معانا بالشكل دوت في الكوباية تكون الخميرة بايظة وما تعمليش بيها العجينة. كده نبتدي بقى نجيب ذرة الملح نحطها على الدقيق، ونجيب الخميرة نفضيها على الدقيق ونقلبهم، ونحط البيضة والزيت وهنقلبهم. واللبن اللي معانا نكون دافناه تدفئة بسيطة برضو، بننزل بيه بقى على الدقيق حبة حبة ونعجن كده لحد لما نلاقي العجينة كلها لمت معانا. طبعا بتعجني بايدك، بنلاقي بقى كده العجينة كلها لمت. لو لقيتي العجينة ملزقة في ايدك او في الطبق تبقى انت حطيتي لبن كتير. بتحطي بقى معلقة دقيق، بتلمي العجينة تفضلي كده تعجني فيها لحد لما تلاقيها لمت كده معاكي، ما تكونش ملزقة في الطبق ولا في الدقيق ولا في ايدك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنغطي العجينة وبنسيبها ساعتين في مكان دافي ولحد لما تخمر، واول لما نلاقيها خمرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده بنبتدي بقى نقطعها كده حتت صغيرة، طبعا على قد ما احنا ما عايزين الكايزر بتاعنا قد ايه. نقطع كده حتة عجينة ونعملها مدورة ونحطها في صاج او في الصينية، اي حاجة بتدخل الفرن. بتبتدي بقى تحطي رز كده كل كمية العجينة كده في الصاج بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا بتسيبي كده ما بين كل واحدة فاصل علشان العجينة لسه هتخمر وهتنفش. بعد ما تعملي العجينة بتاعتك كلها في الصاج، معانا معلقتين من اللبن وسمسم وحبة البركة. نبتدي ندهن كل واحدة كده باللبن ونرش عليها بقى السمسم او حبة البركة، طبعا براحتك زي ما انت ما تحبي. حابة تحطي السمسم بس، او لو مش حابة تضيفي اي حاجة على وش الكايزر برضو ممكن، يعني براحتك خالص. طبعا هنا بنعمل كل الكمية اللي معانا بالسمسم كده او حبة البركة وبنسيبها ساعة بس تخمر. وبعدين بقى نبتدي بقى نسخن الفرن على درجة حرارة 180 او على درجة متوسطة. طبعا بنحطه على الرف اللي في النص، بنسيبه بقى يستوي. طبعا كل 5 دقايق كده بتفتحي الفرن بتشوفيه، اول ما بتلاقي احمر كده معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده يكون خلاص جاهز واستوى معانا. بنطلعه بقى من الفرن، ولو عندك بخاخة ممكن ترشي كده الكايزر رشه كده بالبخاخة بس علشان يطرى معاكي. لو ما فيش بخاخة بايدك كده رشي شوية مية صغيرين كده قوي عليه بس علشان يكون كده طري وحلو معانا. واول ما يبرد بتشيليه طبعا بتحطيه في كيس، وبتقدروا بقى اللي انتوا تعملوا بيه اي سندوتشات حابين تاكلوها. وطبعا لو مش هتاكلي ممكن تشيليه في الفريزر او تطلعيه في اي وقت تعملي بيه سندوتشات، بيبقى حلو قوي، بيبقى هاش وطري وهيعجبكم ان شاء الله. ولو عجبكم اشتركوا معانا في القناة ودعمونا باللايك وقولولنا ايه رأيكم في الكايزر النهاردة، وبألف هنا وشفا عليكم.